أهلا بكم في بودكاست سكينة. احكي يا سكينة، الله عليكي يا فنانة. اليوم نحكي لكم حكاية من أجمل قصص الحب والوفاء، حكاية زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجها أبو العاص بن الربيع. قصة معمرة بالمحبة والصبر حتى آخر لحظة. قبل البعثة جاء أبو العاص للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أريد أن أتزوج ابنتك زينب. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاوبش حتى استأذن بنته. دخل عليها وقال: يا زينب، إن ابن خالتك جاءني وذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ زينب حمار وجهها وابتسمت حياء، فكان ذلك رضاها. مرت الأيام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب من أول المؤمنات. كي رجع أبو العاص من السفر تلاقاها وقالت له: يا أبا العاص، إنه قد بعث أبي نبيا وأنا قد أسلمت. أبو العاص ما حبش وما عجبوش الحال وقالها: أما إني لا أكذب أباك وما كان أبوك بكاذب، ولكني أكره أن يقولوا ترك قومه إرضاء لزوجه. وش رأيكم زينب وش عملت بعد الموقف هذا؟ رضيت زينب وقالت: فمن يعذر إن لم أعذر أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه. موقف صعيب وثقيل وقليل اللي يتحمله. جاءت الهجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام راح للمدينة، بصح زينب قعدت في مكة حتى غزوة بدر. بابها في صف المؤمنين ورجلها في صف قريش. يا إلهي. وقبض عليه أسيرا على أبو العاص، ولما بلغ الخبر زينب بكت ودارت في رأسها فكرة. تخيلوا الموقف، راجلك أسير عند بابيك، وش راح تعملي في هذا الموقف؟ زينب ما لقيتش غير قلادة أمها خديجة، بعثتها للرسول عليه الصلاة والسلام فداء لزوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام كي وصلاته القلادة وشافها عرفها. يقولوا في مراجع أخرى باللي بكى، قال لهم: هذا عقد خديجة، هلا أطلقتم أسيرها ورددتم إليها عقدها؟ الصحابة رضاوا وأطلق سراح أبي العاص. بصح الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يروح أبو العاص لمكة جبده وحده وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلي ابنتي زينب؟ موقف أصعب وأصعب. أبو العاص ما كان عليه إلا أنه يوعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلا لما رجع لمكة رجع زينب إلى المدينة، وكانت لحظة فراق موجعة. 6 سنين كاملة وزينب ترفض الخطاب، مستنية رجلها يرجع، حتى واحد النهار دخل أبو العاص على بيتها في المدينة. قالت له زينب: أجئت مسلما؟ قالها أبو العاص: بل جئت هاربا. أبو العاص كان في قافلة لكفار قريش، جاوهم المسلمين وداوا القافلة، وأبو العاص هرب. في رايكم كي يهرب وين راح يروح؟ يروح لزينب، ما عنده وين يمشي، راح لمرته زينب. زينب وش قالت له؟ فلا تخف، مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. يقولوا باللي راحت للمسجد وبعد صلاة الفجر سمعوا صوت في آخر المسجد يقول: إني أجرت أبا العاص. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أجاره وقبل المسلمون. أبو العاص رجع لمكة، دى الأمانات إلى أهلها، ثم أعلن هناك إسلامه وعاد للمدينة، ورجع لزينب ورجع لمريته، واجتمع شملهما من جديد بعد سنين من الفراق. بعد عام برك زينب مرضت وفارقت الحياة. بكى عليها أبو العاص بكاء مرا حتى رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد عام الحق بها، كأنهم ما قدروش يتفارقوا حتى في الموت. هكا تبقى قصة زينب وأبي العاص قصة حب صادق وصبر طويل ووفاء ما عرفش الزمان كيفاه ينسيه. إذا عجبكم البودكاست شاركوا، بارتاجوه مع أصحابكم اللي يحبوا القصص الحقيقية.
تابعوني في البودكاست، تابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي سكينة DZ، وعطوني المرة الجاية واش نحكي لكم. اختاروا وحطوا لي في التعليقات. سكينة رائعة تحبكم. احكي يا سكينة، الله عليكي يا فنانة.